السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض الحواوشي النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة على البوتاجاز، من غير فرن ولا ورق فويل ولا حاجات كتير كده. ان شاء الله جربوه يعجبكم. يلا بينا ندخل على المقادير ونشوف هنعمل. لحمة مفرومة، ده مقادير نص كيلو، وطبعا بنحط قدها بصل. بس ده يعني ده مش نص كيلو، بس لو انت عايزه تكتري الكميه بتحطي نص كيلو بصل. وده فلفل اخضر رومي متقطع صغير، والبصل مفروم في الكبه ومنعماه، وشويه خضره كزبره صغيره متخرطين. البهارات، ملح وفلفل اسود وكزبره ناشفه، وطبعا كل حاجه نص معلقه صغيره، ونص معلقه توم باودر وبصل باودر، وشويه صغيرين قرفه وبابريكا وملح وجنزبيل. وطبعا هنقلب الحاجه دي كلها على بعضها. نعجن بقى كويس، نخلط كل الحاجات دي كده ونعجن فيها كويس لغايه ما تبقى البصل واللحمه حته واحده، يعني نشد عضلاتنا شويه واحنا بنعجن. هعجنها وارجع لكم. كده هو بعد ما عجنتها اغطيها بقى واسيبها ترتاح نص ساعه، ممكن ساعه، يعني براحتكم، يعني على حسب الايه، بس هي اهم حاجه لازم ترتاح نص ساعه. هنسيبها بقى ترتاح كده، بس الجو حر هحطها في التلاجة شويه. ده الحواوشي اهوت. هنفتح العيش كده بالمقص. كده اهو بقى هناخده نحمره على البوتاجاز في طاسه جريل. نغطي بس كده علشان ايه، تستوي حلو. ندهن كده معلقه سمنه علشان يتحمر حلو. خلاص خلصنا الكميه بتاعتنا. هنرجعها هنا تاني كده عشان نحط لها بس فحمه. اللي حابب بقى يحط حته الفحمه دي يحطها، مش حابب براحته.
انكم وصلتوا لغاية هنا يا حلوين، يلا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بإشعار وصفاتنا. وان شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم، والف هنا مقدما لكل اللي يجرب الوصفة. وان شاء الله اشوفكم في مزيد من الوصفات، والى اللقاء في وصفات جديدة.